السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بيكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة حبايبي أنا هقدم لكم وصفة فعالة جدا، يمكن أول مرة أنت تشوفيها أو تتعرض عليك. دي للتخسيس الجسم والقضاء على السلوليت وإذابة الدهون من البطن وإذابة الدهون من على الكبد. دي وصفة متكاملة من كل شيء. لو انت طبعا مش قادرة تمشي، مش قادرة تعملي تمارين، مش قادرة تعملي رجيم، مش قادرة انك انت تواظبي على الدايت او الاكل الدايت او المشروبات اللي من غير سكريات وسكر دايت والكلام دي طبعا انا جمعت لك الحل في ده كله. دي هيخليك حلوة من جوه، يعني شفاء من جوه وصحة ونقاء وشكل منسق من بره. هنتصرف ازاي او هنعمل ايه؟ تعالي بصوا شوفي هعمل ايه. طبعا الحاجات دي هم نوعين بس انا حبيت اوريهولك هو مغسول وهو ايه ناشف. طبعا ده حلف بر بيبقى بالشكل عند العطارين. ده حلف بر، ده مشهور في الدنيا كلها، مكتوب يعني في البلاد العربية حلف الجبل، حلف مكة، او يعني ليه اسماء، اللي يعرف اسماء تانية يعني ينزلها في التعليقات. ده اسمه كده حلف بر. طبعا ده موجود ومتوافر عند العطار. حاجة تانية اللي هي الشعير. طبعا انت عارفة الشعير اللي هو يشبه القمح، طبعا برضو ده من عند العطار. اهو شكله وهو يعني ناشف من غير ما يتغسل ولا من غير ما يتنقى، يعني ده شكله. طبعا انت عشان تستعمليه لازم تغسليه كويس. في حاجات زي كده صغيرة جواه بتطلعيها، بتطلع الشوائب كلها بتطلعيها وبعد كده تصفيه. وبعد ما تصفيها اقول لك تعملي ايه. الوصفة عبارة عن ايه؟ انت هتستعملي حاجة من التنين دول. لو حبيت تستعمل التنين مع بعض برضو براحتك يعني. الوصفة هقول لك عليها اللي انا غسلهم دول، خلاص انت عرفتيهم. انا هوريكي الطريقة دلوقتي عشان يعني افضي المكان وما يزحموش كده. يعني اول حاجه هتعمليه الوصفه الحلف بر ده ليه فوائد لا حصر لها. انا هقول لك الطريقه وبعد كده اشرح لكم، عشان اللي عايز يفصل الفيديو بعد ما انا اقول الطريقه يبقى الشرح اللي عايز يستفاد يعني. ادي الطريقه اهي. هنجيب شويه حلف بر زي كده اهو، يطلعوا له معلقه كبيره. هنحط منيهم كده اهو زي معلقه كبيره كده اهو على في كوب ميه كده، تمام. هنحط عليهم ميه مغليه. طبعا الحلف بر ما بيتغليش عشان طبعا فيه زيوت طياره، لو اتغلى بتروح فايدته. تغلي انت الميه وبعد كده تحط الكميه دي على المعلقه كبيره زي كده اهو، حلف بر زي كده، تمام. وتغطيها. دي تسيبيها ل5 دقايق كده مغطايه عشان الماده الطياره اللي فيه تحتفظ بيها من جوه، تمام كده. ركناها. دي هتعمليها ازاي؟ دي هتستعمليها قبل كل وجبه بتلت ساعه. قبل كل وجبه بتلت ساعه استعمليها وتمام كده، ومن غير سكر. لو عايزه تحليها بالعسل ماشي. تعمل الصبح كوبايه اللي زي كده على الريق، تعمليها 3 مرات في اليوم. دي على الريق كده اهو من غير بمعلقه عسل نحل. لا ما عندكيش عسل اشربيها على كده. اللي قبل الغداء وقبل العشاء تحط لها نص ليمونه تعصريه عليه. خلاص كده. دي اللي هي معروفه كده زي الفل، تمام. هنيجي الوصفه الثانيه برضو اللي زي الفل اكتر منها يعني. هنجيب زي كوبايه شعير كده، نغسلها وننضفها. هنجيب نص لتر ميه، هنضيف الشعير في نص اللتر الميه، يعني يطلعوا لهم زي 3-4 كوبايات كده اهو. كده حطينا نص الكوبايه الشعير على نص كوبايه الميه ونغطيها كده اهو ونتركها 24 ساعه كده. نسيب ميه من الحنفيه عادي بس تكون مفلتره يعني، او ميه نظيفه، المهم اللي عندك يعني، بس يعني لو مفلتره افضل. الشعير ده ميزته جميله خالص خالص. اولا بينظف الكلى. هنبدا في الوصفه ده، هما كده الوصفتين. دي هتاخديها 3 مرات في اليوم، قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء.
عايزاكي برضو تكسري خالص من شرب الميه، تشرب ميه كتير وما تتعشيش، يعني قبل ما في ميعاد العشاء تاخدي كوبايه زبادي حلوه خالص. انا والله ليا سنين طويله يمكن على كوبايه الزبادي، ما لقيتش زبادي كمان بنام على كده. تكسر كتير من الميه، تشربي زي لتر ميه لترين ميه في اليوم، عشان السموم اللي في الجسم تحت الجلد تنزل. اولا الحلف بر ده مدر للبول، بينزل السموم من الجسم، بيخلي البني ادم يعني كده في حركه وحيويه، بينظف الكلى، بينظف المعده، بينظف الحصوه لو حصوه في البول او حصوه في الكلى بتنزل مع الاستمرار في شربها يعني. مفيد جدا لاضرار البول، بيمنع السرطانات، بيمنع حاجات كتيره خالص خالص، يعني اكتر من 50 وصفه علاجيه للحلف البر. وطبعا انت لو عايزه تشوفيه يعني شوفيها خشي في التعليقات، في قصدي في اسف عشان الفجر كان بيدن. خشي في البحث في النت وشوفي الفوائد بتاعتها ازاي. فيعني بصراحة وصفة جميلة خالص خالص. هنيجي للشعير. الشعير ده عبارة عن ايه؟ ده اولا بيعالج السرطانات، بيخلي يعني بينشط الذاكرة في البني ادم، بيعالج التورمات، بيعالج الست اللي يكون عندها سكر في الحمل بتاع، بيعالج السكر اللي في الحمل، بيعالج ضغط الدم المرتفع، بيقضي على الدهون اللي على الكبد، بيقضي على الدهون اللي في البطن، بيقضي على تورم الرجلين، بيساعد الجسم على الحيويه والقوه، بيذيب الدهون اللي على الكبد خالص. طبعا طالما الدهون اللي على الكبد اتذابت بيخلي البني ادم، الكبد ده بيعمل كسل رهيب للبني ادم، بيخليه لا بيقدر يعمل رجيم ولا يقدر يمشي ولا يقدر يعمل رياضه ولا اي شيء. لما تذيب الدهون من على الكبد الانسان يلقى نفسه في حيويه كبيره كده ونشاط، هيبص يلقى نفسه في تحسن من غير اي كلام. لو عايز تستعمل الوصفتين حلو خالص يعني. مع برضو زي ما قلت لك هدخلك برضو العسل الاسود في كل في الوصفات اللي انا قلت لك عليها. لو خدت معلقه عسل اسود من غير ما تضيفي لها طحينه ولا تضيفي لها اي اضافات، يعني دي برضو مفيده جدا، لانها فيها نسبه حديد وفوسفور وكالسيوم ومغنيسيوم ويعني وجميع المواد اللي انت تفيد الجسم كلها في العسل الاسود. ولو دخلتي برضو في البحث عن النت هتلقي فوائد لا حصر لها. لو خدتي معلقه برضو انا قلت لك احتفظي بالعسل في الثلاجه، كل ما تلقي نفسك كده خدي لك معلقه. لو للسمن اللي عايزه النحافه وعايزه تسمني تعمليها بالطحينه او تحطي لها بمكسرات او كده زي ما قلت لك في الفيديو اللي قبليه. انما احنا دلوقتي بنتكلم على التخسيس. الوصفتين دول مهمين جدا جدا. معلش طولت عليكم، انا جبت الفيديو في الاول الوصفتين ازاي، وبعد كده اللي عايز الشرح يتفضل معايا، لا يكتفي بالوصف خلاص، وعايز يفصل براحته يعني عشان ما تجلش على حبايبي يعني. طبعا الوصفه دي طبعا انت هتلاقينيها دي لمده 24 ساعه، وبعد ال 24 ساعه تعملي ايه؟ هتاخدي دي تطلع 3 كوبايات او 4 كوبايات، تاخدي كل قبل وجبه تاخدي كوبايه من نفس الميه دي. عايزه تزوديها ميه تاني، لو شربت الميه اول ما تفشر دي هتنقص الميه، زوديها كوبايه ميه. تاخديه على مدار اليوم، كل قبل مثلا دي تتاخد يوم بعد يوم، على اساس ان انت هتعمليها قبليها بيوم، واليوم التاني تستعمليه تروح تكوني قبل ما تخلص دي تكوني ملينه غيرها. بصراحه مش هقول لك تعالج البطن والامساك والتقلصات اللي في المعده والكلى والامعاء والتورمات والسكر والضغط المرتفع وحاجات كتيرة خالص 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 يعني. عشان الفيديو برضو مش عايزة يعني ازود لك. خشي برضو لو اي وصفة حد مثلا نزلها لك ادخلي على البحث عشان تتأكدي من صلاحية الوصفة دي، ما تاخديش وبس يعني. وانا عن نفسي بقول لك كده على اساس برضو ما تكبيش اي حد يقول اي وصفة ممكن نحن نستعملها من غير فايدة يعني. لا، لازم نتأكد من الفايدة جدا. وطبعا الاعشاب دي طبعا دي اللي قال عليها رسول الله التلبينة اللي قال عليها رسول الله عليكم بالتلبينة، اللي هي ده بيطحن الشعير وبيتحط له عسل ابيض او عسل اسود، وتتعمل بحاجات كده مكسرات او كده وتتاكل. دي اسمها التلبينة اللي وصى عليها رسول الله. زمان دي كان اسمها الحنطة دي اللي كانوا دي ما في البلاد ساعتها كانت عايشة على الشعير
كان هو اكلهم وشربهم وزادهم وكل حاجه، وكانت عندهم صحه تهد جبال. بنوا الاهرامات، بنوا التراث المصري كله. وبرضه في البلاد العربيه برضه نفس النظام، اللي هم الفراعنه كانوا عايشين على الحنطه، وكانت الحنطه دي يعني شوف ما فيش غيرها في الدنيا، كانوا هم عايشين عليها. فشوف القوه بتاعتهم كانت ازاي. فدي الوصفتين حبايبي اكيدين جدا جدا، وعشان انا بحبكم نزلت لكم الوصفتين دول، وانا هستعملكم معاكم يعني، عشان برضو انا ما بحبش يعني اديكم حاجه من غير ما استعملها معاكم. ويا رب دايما تكونوا بخير، وتكونوا الوصفتين يا رب فادوكم جدا، وتكونوا انتوا تستعملوهم. وبرضو بعد دي برضو قبل ما انسى، معلش برضه هطول عليكم، بس والله بحب الافاده جدا، عشان برضه ما انساش اقول لكم حاجه. دي الوصفتين دول ما يتاخدوش زياده عن 60 يوم. اول ما هتلقي نفسك خسيت 20 كيلو، لانها دي بتخسس 20 كيلو على طول، لقيت نفسك خسيت 20 كيلو توقفي، استني شويه، قيمه اسبوع 10 ايام كده، ليه لما تبداي تاني وصفه تاني من نفس النوع، لو انت عايزه تخسي اكتر من كده. وان شاء الله يا رب بالفايده. وما تنسيش يا حبيبتي تدعميني في القناه وتشتركي فيها او تضغطي لايك وتشيري الفيديو لحبايبك واصحابك. واستودعكم الله يا احلى مشتركين في الدنيا، يا احلى حبايب في الدنيا، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.